اللكزس متصدر القائمة بجدارة. على فكرة سابقا الكوري كان متفوق على الياباني، ولكن تقرير أفضل المواقع العالمية لعام 2026 قلب كل الموازين. للأمانة السيارات الكورية عملت إنجازات ضخمة بالسنوات الماضية، تحديدا شركة كيا سنة 2022 أخذت المركز الأول كأكثر سيارة اعتمادية بالعالم، وشركات مثل هيونداي وجينيسيس كانت ضمن المربع الذهبي وتفوقت على كثير من الشركات اليابانية. يعني حرفيا الكوري كان داخل بقوة. بس بعام 2026 الوضع تغير، مو بسبب المحركات، السبب الرئيسي كان بخص الشاشات والأنظمة الذكية والتحديثات الحديثة للسيارات مثل نظام الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي. هاي التقنيات كانت من أكثر أسباب مشاكل السيارات الكورية الحديثة. وبالأرقام الرسمية شركة كيا تراجعت إلى المركز التاسع عالميا بمعدل 193 مشكلة لكل 100 سيارة، وكذلك الأمر لهيونداي صارت بالمركز 12. اما الشركات اليابانيه استغلت هاي الفوضى وحافظت على الجوده تبعها ورجعت تحتل مراكز متقدمه بجداره. بنلاحظ انه شركه اللكزس اخذت المركز الاول عالميا كاكثر سياره اعتماديه بالعالم للسنه الرابعه على التوالي، وكذلك الامر شركه تويوتا اخذت عده مراكز متقدمه من خلال مجموعه من التصميمات المميزه مثل الكورولا والكامري والراف 4. خلاص الكلام، اذا كان بدك تشتري سياره زيرو فاليوم السيارات اليابانيه تصنف كاعتماديه اكثر واقل بالاعطال التقنيه من السيارات الكوريه. واخيرا السؤال اللي بيطرح نفسه، شو موقع السيارات الصينيه من هاي التصنيفات؟ رح نحكي بالفيديوهات القادمه.